بيبتدي المسلسل مع حد عنده مكنة طباعة فلوس بيطبع عليها 200 ليرة تركي. بعدها هنشوف عربية فيراري صوت المحرك حاجة تحفة. في حد بيتكلم في الخلفية بيقول أي حد من الطبقة المتوسطة لو عايز يبقى عنده عربية زي دي لازم يشتغل 60 سنة من غير أجازات ومن غير ما يصرف ولا مليم على نفسه، وده مستحيل. وبيقول على الراجل اللي بيقول إنه الفلوس بتعمل كل حاجة هو نفسه مستعد يعمل أي حاجة علشان الفلوس. ده مش صوته، مش هو اللي بيتكلم. أمال مين اللي بيتكلم؟ أعرفكم، ده آدم في السوبر ماركت بيشتري شوية حاجات للبيت. الكارت اترفض، مفيش رصيد كفاية وهيشتري كاش. رجعت له الباقي. الراجل خد باله إن الفلوس مزورة من الملمس واللون، رجع لها الفلوس وخد بيها مجلة لابنه. هو عنده خبرة كبيرة في الرسم وبيساعد البنت اللي بتشتغل في المحل ازاي تنمي موهبتها. وقبل ما يمشي قال لها تقول لصاحب المحل يجيب مكنة عد عشان الفلوس المزورة كتير. آدم بيقول في ناس بالنسبة لها لو لسه بتعد فلوسك بالنسبة لهم انت فقير، وفي ناس بالنسبة لها في حاجات ما تقدرش تشتريها بالفلوس زي الصحة والعيلة. ابنه الصغير عنده برزنتيشن في المدرسة واستأذن من ابوه ياخد جائزة المركز الاول اللي ابوه خدها يوريها لاصحابه. على الفطار الواد عايز يروح رحلة مع صحابه، حتة فيها محاكاة السفر الى الفضاء. المشكلة انها غالية وامه بتقول له ملهاش لازمة. آدم بيقول له دي محاكاة مش حقيقية. بنته ومراته بيتريقوا، ابوك هيسفرنا الفضاء بجد. قال لهم ما تنسوش كل حاجة بتبتدي بحلم. مراته قالت له تقصد حلم البيت؟ بقالنا 20 سنة بنحلم بيه. وفكرت انه فترة الاخلاء فاضل لها شهر واحد وهيهدوا البيت على دماغهم. قام وجاب صورة للبيت اللي بيحلم بيه. قالت له ده احنا مش عارفين نأجر بيت اوضتين وصالة. قال لها ما تخافيش هيحصل. بنته اتريقت لما تبقى مليونير. أردا في المدرسة بيتكلم عن صك العملة تاريخيا، وجاب سيرة أبوه اللي كان بيشتغل في طباعة وتصميم الفلوس في البنك المركزي. بس في عيل اسمه ديمير بيتريق وبيضحك العيال عليه، بيقول عليه ده كداب ما معوش ياكل. أردا وراهم جايزة أبوه. ديمير بيتريق إن أبوه بيطبع بس ما معهوش والجايزة بالإنجليزي وهو ما يعرفش تركي. الواد خرج يعيط. العيل بيجي وراه بيسمعه كلام وكسر جايزة أبوه. الواد خرج بيلم الجايزة وبيضربه. آدم بيشتغل في متحف العملات على مر العصور، وفي شوية طلبة من كلية الشرطة بيشرح لهم ازاي بتتم عملية طباعة العملة. في حد بيسأله لو حد عنده ورق الخام بتاع العملة وعنده المعرفة زيك كده ممكن يطبع الفلوس عنده في البيت؟ الشرطية اللي مسؤولة عنهم قالت له سيبك منه، ده سؤال افتراضي. بيشرح لهم عن العلامة المائية اللي موجودة في الميتين اللي هو صممها بنفسه، وقال لهم ان العلامة فيها مواد صغيرة، ده غير الشريط الأمني والألياف، ده غير الرقم التسلسلي. قال لهم من الآخر طباعة ورقة أصلية عايز لها فن وصنعة. واحدة بتسأله ما بيجيش على بالك تطبع فلوس؟ قالها يجي ما يجيش، ولادي مش هياكلوا لقمة حرام. يا ريت لو تفضل فاكر ان الحرام عمره ما بيدوم. مديره في الشغل قال له انه مكن الطباعة القديم اللي كان بيشتغل عليه هيجيبوه هنا، عايزك توري الناس ازاي المكن بيشتغل. ادم قال له عايزك في موضوع، بيكلمه عايز ترقية وانه بيدور على بيت جديد ومحتاج فلوس. قال له خليها بعدين، في ورق مهم لازم ابعته حالا. جيران بنات ادم بتساعده في مصاريف البيت وبتشتغل سكيورتي. في شويه بنات داخلين المول ومعاهم بنتها، بتبص عليها اتاكدت انها بنتها، هتكلمها. البنت ما بصتش في وشها، مش عايزاها تكلمها. البنت بتستعار من امها، مش عايزه صاحبتها يعرفوا ان امها بتشتغل هنا. جنان اتضايقت، مش زميلتها خدت بالها ومسالتهاش مش هتزعلها. جنان جالها استدعاء من المدرسة وراحت مع جوزها. المدير قال لهم ابنكم ضرب واد. اقول ليه لابوه؟ سألته ومين ابوه؟ قال لها السيد كوراي اللي المدرسة لو احتاجت حاجة بيدفع من جيبه. التكييف عطل، جاب لنا واحد جديد. في لوحة عند المدير المساهمين في المدرسة واتكتب كوراي رجل الأعمال. قال لهم وفي مشكلة تانية. قالت له ايه؟ ابو ادم ما بيجيبش تكييف؟ قال لهم ابنكم عنده صعوبة في التعلم ومتأخر في الكتابة والقراية عن زملائه في الفصل، وده بيؤدي إلى تريقة العيال، وانتوا لو تقدروا يا ريت لو تشوفوا له مدرسة تانية. ازاي ده يبقى مدير؟ ده بدل ما يساعده بيقول لهم يشوفوا مدرسة تانية. أردا خرج من المدرسة. رجل الأعمال المهزأ كوراي بيمد إيده على واد. آدم بيبعد ابنه وبيقول له دي مدرسة محترمة، بتعمل إيه؟ قال له ابنك لو ضرب ابني إيديه هكسرها له. أم أردا اتخانقت معاه. آدم بيحاول يحل الموضوع بالأدب بس اللي قدامه مهزأ. قال له اعتذر من الواد وأمه. كوراي قال له لأ، بعدها ضربه. أردا زعلان، العيال بيتريقوا عليه ومش سايبينه في حاله، وابوه بيتضرب. ده غير انه بيقول له ما تضربش حد، يقول اللي يقولوه. الواد زعلان، العيال بيتنمروا عليه ومش عارف يكتب، وابوه كان بيطبع دلوقتي مش لاقي ياكل. أردا قال له كنت بزعل لما جدتي تتريق عليك وعلى عربيتك القديمة، بس عندها حق.
ادم قاعد في عربيته، جت عربيه الفراري الحمراء ونزلت منها بنته. قال لها ركبت العربيه دي ليه؟ ونزل كارتال، ده يبقى اخوه وعم البنت. ادم قال له ابعد عن العيال، انا ومراتي مش عايزينك تقرب منهم. قال له بنتك في مدرسه للاغنياء وبنتك مش عارفه تمشي في وسطيهم، وانا جيت خدتها من المدرسه عايزها تشوف نفسها قدامهم. ادم قال له بنتي دخلت المدرسه دي منحه لانها متفوقه واكيد فخوره بنفسها ومش محتاجه تركب عربيه زي دي. اخو كارتال قال له دي عربيه المدير وهنعمل فيها مصلحه. ادم قال له انا عارف كويس المصلحه بتاعتك ويا ريت تبعد عن العيال. كارتال عدى بسرعه جنب الشرطيه المفتشه عائشه، بنتها في نفس مدرسه اردا وام تعرف امها. المفتشه اكيد مش هتسكت وهتحاول تعرف العربيه دي لمين. أردا أخته بتسأله اتخانقتي مع أبوك ليه؟ قال لها لأنه خاف من رجل الأعمال وما ضربوش. آدم سامعهم بيقولوا إيه؟ ردت على أخوها بص أبوك راجل طيب ما بيضربش حد، ده ما بيرفعش صوته على حد، وأحسن حاجة إنك ما تتوقعش إنه يعمل حاجة وبكده مش هتزعل لأنك عارف إنه مش هيجيب لك حقك. نفس المكان اللي كان بيطبع عليه الفلوس لما كان في البنك المركزي. الراجل مش مصدق انه ادم هو اللي طبع. قال له ايوه كنت بطبع عليها وطبعت فلوس ياما. ادم فكر هو اللي عمل التنميش وهو اللي بيطبع. التنميش مقصود بيه رسم الصورة بالنحت على لوح معدني. الراجل بيكرر نفس الجملة هو اللي عمل التنميش وهو اللي بيطبع. كاميرا المراقبة بيخلي وشها للحيطة، وكلم مراته عنده الشغل وهيتأخر بيبص على صورة ابنه وعلى التنميش، واشتغل بينحت الصورة على اللوح المعدني عشان يطبع. خلص التنميش بعدها جاب الورق ونظف مكنة الطباعة. المكنة اشتغلت وطبعت أول دفعة. خلص رجع الكاميرا وحط الفلوس في جيبه. بعدها جه الراجل بتاع الأمن بيشوف الكاميرا، بس جاله خبر إنه الكاميرا شغالة وكله تمام. وهو خارج الجهاز بينور أحمر. الراجل هيفتشه، جه مديره وقال له ده آدم سيبه يمشي. صاحبة ناس عزمتها على بيتها وعرفتها على امها وابوها. ابوها رجل اعمال غني جدا ومشهور. رجع البيت تاني يوم الصبح وقال لمراته المكن القديم جه عندنا المتحف وبيجهزه. بعدها ادى لابنه 100. ال100 دي نسخة عن الأصلية بس الناحية التانية عليها وش ابنه. أردا فرح قوي لما اتأكد بنفسه ان ابوه كان بيطبع فلوس، وقال لابنه ده سر بيني وبينك ما تقولش لحد. الواد راح المدرسة وورى العيال كلها ان ابوه بيطبع وحط صورة ابنه على الفلوس. ديمير اتغاظ قوي وقال له لو الفلوس دي بجد روح اشتري فيها. أردا صغير واشترى ليه ولاصحابه. في الفصل بيجي المدير وبيحط الفلوس وقال له انت ايه عايز تسجن ابوك؟ في المتحف المدير نده على آدم وقال له انت ازاي طبعت فلوس عليها ابنك؟ انت تعرف لو حد عرف الكلام ده ايه اللي ممكن يحصل؟ آدم قال له ما تخافش مش هعمل كده تاني. قال له دي غلطة مش هقدر اسامحك عليها، امضى هنا ده طلب استقالتك. آدم قال له انا راجل كبير هشتغل ايه؟ رد عليه لو حد سمع اني سامحتك بعد اللي عملته هتسجن. آدم حاول معاه جايز يسامحه وهو وعياله هيترموا في الشارع. المدير قال له لو مش هتمضي انا هجيب لك الشرطة. قال له همضي واخد التعويضات. قال له مفيش تعويضات، انت تحمد ربنا انك مش في السجن. آدم غلط غلطة كبيرة دي فيها تزوير، ضيعت كل السنين اللي اشتغل فيها في البنك المركزي. مراته بتكلمه انت فين؟ احنا خارجين ندور على بيت. المفتشة شافت نفس العربية اللي عدت جنبها. كارتال كان بيكلم مديره في الشغل وقال له البضاعة عليها طلب كبير وجودتها حاجة ما حصلتش، اللي يشوفها يقول عليها أصلي. بعدها خد باله في عربية شرطة وراه، جت جنبه وشاورت له يقف على جنب. حب يهزر معاها موقفش. في عربية نقل وعملت حادثة، ما لقيتش غير دي تهزر معاها. رجع العربية لمديره اللي سأله، قال له انت بتشتغل من ورايا؟ جبت بضاعة تقليد جودتها زبالة وبعتها على انها من المعلم الكبير ده المعلم بيرام، رمز البضاعة الهاي كوبي، وخسرتني 5 مليون. واداله قلم. بعدها هيعلمه الادب. حطه في عربية وفي رافعة شايلاها وهو والمساعد بتاعه بيضحكوا عليه. قال لهم نزلوه لما يغمى عليه. وهو فوق ابن اخوه كلمه قال له انه هيدخل ابوه السجن. جنان وجوزها بيدوروا على بيت. الإيجارات غالية على بيوت محتاج لها شغل كتير. آدم أول مرة يتعصب وقال للسمسار انت فاكرنا غبية؟ بقى ده بيت ب25,000. في البيت جنان فاكرة انه جوزها هيروح البنك وياخد قرض. آدم معرفش يقول لها انه قدم استقالته. أردا بيتأسف لأبوه انه وقعه في مصيبة. هو ومراته خارجين رايحين الشغل، هو لسه ما قالهاش حاجة، فدماغه يلاقي شغل جديد وهيقول لها على كل حاجة. ركبت الأتوبيس وراحت. أخوه كان مستنيه. آدم قال له ورايا شغل مش فاضي. قال له شغل؟ الشغل اللي اترفدت منه. أردا كلمني وقال لي على كل حاجة، شغل السنين اللي فاتت كله ضاع ومفيش تعويض. آدم قال له انت عايز ايه؟ هو غلط غلطة كبيرة
ضيعت السنين اللي فاتت والسنين اللي جاية. قال له سيبك مني، طمن الواد ابنك انك بخير ومش هتتسجن. ادم مش عايز يسمع كلام اخوه المحتال ابن ابوه المحتال، وكان هيمشي لولا ان اخوه وقف تاكسي وهياخده مشوار بالعافية. كارتال واخوه راحوا بيتهم القديم وافتكر ايه اللي حصل. ابوهم كان نصاب وبيعلم ولاده النصب وهم صغيرين. كارتال اتعلم بسرعة على عكس اخوه الكبير اللي مش عاجبه يبقى محتال. امه اتخانقت مع ابوهم، ساب البيت وخد كارتال معاه، وادم فضل مع امه. بعد ما افتكر الذكريات وهيخرج من البيت رايح يدور على شغل، اخوه قال له انا هدور لك على شغل. ادم قال له مش عايز الشغل اللي هيجي منك. كارتال قال له هقول لمراتك. قال له بتهددني؟ اعمل ايه ما انت زي ابوك. بيفتح الدولاب اللي وراه مدخل سر الأوضة وقال له انت لازمك بيت، لازم اشوف لك شغل. بيدخل الأوضة فيها هدوم وشنط براندات عالمية. قال له ما تخافش دي مش مسروقة، بنعملها في الشركة عندنا. قال له انت بتشتغل في التقليد؟ رد عليه دي نسخة طبق الأصل، هاي كوبي. قال له انت طبعت الفلوس عشان ابنك بس ما بقتش مزور، نيتك تفرح ابنك. احنا بنفرح الناس، مين يقدر يشتري جزمة ب60,000؟ ده احنا بنعملها بنفس جودة الأصلي، ده في براندات بيجوا عندنا عايزيننا نصنع لهم بس احنا بنرفض نشتغل معاهم. الشركات الكبيرة بتحاول تشتغل مع أهم الناس اللي شغالة في البضاعة التقليد، بالنسبة ليهم لو مش هنقدر عليهم يشتغلوا عندنا. ادم خرج من البيت وسمع صوت حد بيقول له ابنك كل ما يكبر بيشبهني اكتر، ده يبقى ابوه، ومعاه المية اللي عليها صورة حفيده. الراجل عيان وحالته صعبة. كارتيل قال له تعالى معايا الحفلة، ولو مش عشاني عشان امي. مراته في الشغل شافت بالصدفة واحد كان خاطبها زمان، سألته بتعمل ايه هنا؟ قال لها انه عنده مطاعم وفتح فرع في المول. ادم غير هدومه وراح معاه حفلة كبيرة بيتجمع فيها اهم مصنعين الازياء. ادم متردد ومش عارف هو هنا ليه. اخوه قال له لو الزمن رجع لورا مراتك هتغلط نفس الغلطة. قال له هي بتحبه، هو ايش عرفه في الحب؟ قال له امال ما قلتلهاش ليه انك اترفدت؟ خايف تسيبك وتمشي. فيها ايه لو مراتك وعيالك بقوا فخورين بيك؟ ادم سأله اعملها ازاي دي؟ رد عليه اطبع فلوس. ادم بيغلط فيه والناس سمعته، سابه ومشي. رجع البيت وهيقول لمراته انه قدم استقالته. مراته لما شافته قالت له البنك مش هيديك قرض وبتعيط. قال لها ما تخافيش كلها كام يوم وهيوافقوا. بعدها قالت له انها خايفه من بنتها تعمل حاجه وتطلع شبه عمها وجدها. أرجع البيت وقال لهم إن أم صاحبته المفتشة عملت حادثة وحالتها صعبة. آدم لسه شايفها من كام يوم في المتحف. بنتها الناس بتشتغل في مطعم بيتزا وما قالتش لعيلتها، وعمها هو اللي جايب لها الشغل. على العشاء عيلة مراته بيتعشوا معاهم وبيطمنوا لو في بيت ولا لسه، واخوها بيقول لها يا ريت لو اشتريتوا بيت من زمان. قالت له انتوا نسيتوا ام ادم كانت عيانه خدناها المستشفى والفلوس خلصت. حماته بتلقح في الكلام خايفه على بنتها تفضل من غير بيت. كارتيل راح المستشفى يطمن على المفتشة اللي عملت حادثة بسببه. بيضحك على الممرضة بكلمتين حلوين ودخلته. اطمن عليها كويس انه حالتها مستقرة. وهو خارج شاف بنتها بتسأله فاكرة دكتور، بتقول له ما هتموت؟ طمنها ما هتبقى بخير. ادم بيدور في المطابع على شغل، بيدور في الشركات محدش راضي يشغله. ومراته لقيت بيت جميل واتفقت مع السمسار جوزها هيديه فلوس بعد كام يوم. ادم بيبص في عياله ومش عارف يعمل ايه. هو كان حوش مع مراته شوية دهب واتفق معاه مش هيبيع ابدا الا لو هيشتروا بيت. للاسف هيخلف بوعده وهيبيع على امل انه يرجع يجيب دهب من تاني. باع الدهب وكلم السمسار وقال له فلوس نص ساعه وهتبقى عندك. بعدها بيجي حرامي خد الشنطه وهرب. دي اخر فلوس معاه، اكيد هيجري وراه. بيجري وراه العيل اسرع منه وهرب. ادم قاعد في الشارع واخر فلوس طارت. كارتيل هو اللي ورا الحرامي اللي جاب له الشنطه. دلوقتي هيشوف اخوه هيعمل ايه. مراته قابلت الراجل اللي كان خاطبها ووريته صورة عيالها. ادم كان شايفهم. جا وقال لها انه كان جاي يشرب معاها قهوة. الراجل سابها مع جوزها وقال لها واقفة بتكلم الراجل ده ليه؟ هو جاي عامل لها مفاجأة عيد جوازهم. وقال ايه؟ زعل وسابها ومشي. ادم راح عند القبر بتاع مامته وهيجي اخوه. انت عايز ايه؟ واحدة دخلتها المستشفى واخوك سرقت فلوسه. ادم قال له بتعمل ايه هنا؟ قال له دي امي زي ما هي امك. قال له على فكرة هو كان هيساعده هو وعيلته بفلوس يشتروا بيها بيت، واشتغل من ورا المدير بتاعه وخسروا 10 مليون، مش كانوا 5؟ ولو ما رجعهاش في خطر عليه وعلى ادم وعيلته. ايه رأيك لو نطبع الفلوس ونرجعها له؟ قال له اهرب واسافر بره بس مش هطبع فلوس.
ناس بنتهم بتوصل طلب، وصلته لاصحابها الاغنياء اللي محضرين مقلب لانها فقيره وانفها في مشكله صغيره. انفها مش مشكله، المشكله في الغيره. الاغنياء متضايقين ازاي بنت فقيره تبقى الاولى على المدرسه. البنت خرجت بتعيط، امها كان عندها شك من الاول انه بنتها هتعمل حاجه. البنت تعمدت انها تخبط في الحيطه. جيران شافت واحدة صاحبتها، قالت لها زعلت قوي لما عرفت ان جوزها قدم استقالته وبيدور على شغل. لما رجع سألته ليه ما قلتش انك اترفدت؟ لو قال لها كانت هتبيع الذهب وتأجر بيت. بيعتذر لها، قالت له اسكت مش عايزة تسمع صوته. هتبيع الذهب وهتروح السمسار تديله الفلوس، ولو مش هيأجر لنا البيت تضربه. مراته راحت الحمام تخرج الذهب وتديه بيع. قال لها انه خد الذهب وباعه والفلوس اتسرقت منه. جيران اتصدمت مش عارفة تقول ايه، ضربته وقالت له العيال يروحوا فين. تليفونها بيرن، ادم بيرد، بنتهم في المستشفى. راحوا لها المستشفى، بنتهم بخير وعرفوا انها كانت بتشتغل في التوصيل. بيسألوها بتشتغل ليه؟ قالت لهم بجمع فلوس، عايزة تعمل عملية تجميل لأنفها. قالت لهم انتوا السبب. كل ما تقول لهم بيتريقوا عليها، ابوها بيقول لها انت شبه ابوكي، يقولوا اللي يقولوه. قالت لهم ما يخافوش، وعشان تريحهم من الموضوع ده خبطت في الحيطة. امها وابوها مش مصدقين البنت العاقلة تعمل كده. جنان طلبت من جوزها يطلقها، هتاخد العيال وترجع لبيت ابوها. عائشة فاقت من الغيبوبة، جاب لها مية وطمنها على بنتها، بتقوله انها مش حاسة برجليها. بعد اسبوع العمارة هتتهد والجرافات جاهزة وهتهدم البيت. ادم لسه ما خرجش من البيت، جيرانه بيخبطوا عليه، قال لهم مش طالع. جنان جت مع اخوها، فتحت الباب وقالت له انت فشلت في دور الزوج، انجح في دور الاب واخرج من البيت. سمع كلامها وخرج. وبيقول الناس اللي عندها حاجات محدش يقدر يشتريها بالفلوس زي العيلة لازم يبقى عندهم فلوس علشان يحافظوا عليها. السعادة مش بالفلوس بس ما ينفعش من غيرها. كارتر خطته نجحت. ادم قاله هيطبع الفلوس وهيشتري بيت لعيلته. راح عند بيت رجل الاعمال الغني وبيديه في وشه.